لو قلت الأربع كلمات دول لأي ست حتى لو متجوزة، قلبها هيدوب فيك وهتسلمك نفسها بإرادتها. أهلاً بيكم في قناة حكايات تفاحة، القناة اللي دايماً بنكشف فيها أسرار مش هتسمعها في أي مكان تاني. النهاردة جايبالكم فيديو نار هقولك فيه 4 كلمات لو قلتهم لأي ست هتدوخ بيك وتنسى الدنيا بحالها. كلام ده مش هزار، ده مبني على أبحاث من علماء نفس وخبراء لغة الجسد، واللي اكتشفوا إن في عبارات معينة بتخترق قلب الست مهما كانت عنيدة أو متمنعة. بس قبل ما نبدأ، دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من حكايات تفاحة. ويلا نبدأ. أول كلمة، شخصيتك بتجنني. الست بتحب تحس إنك شايفها أكتر من مجرد شكل. لما تقولها إنك متأثر بشخصيتها، هتحس إنك معجب بجوهرها مش بجسمها. قولها مثلاً بحب شخصيتك وطريقتك في التفكير. ساعتها هتحس إنها مميزة وإنك مهتم بحقيقتها. تاني كلمة، أنا بعشق ضحكتك. بدل ما تقولها كلام يخليها تحس إنك طماع في جسمها زي ما تقول بحب شفايفك أو جسمك يجنن، قولها ببساطة ضحكتك بتخلي قلبي يطير، بجد بتحلي الدنيا. الكلمة دي هتمس قلبها من جوه وتخليها ترتاح ليك جدا. تالت كلمة، حياتك تملت بيكي. الست دايما عايزة تحس إنها مهمة، إنها مش بس في حياتك، دي هي حياتك. لما تقول لها وجودك في حياتي فرق كتير، خلاني إنسان تاني، ساعتها هتحس إنها غالية عندك وإنك بتقدرها بجد. رابع كلمة والأخيرة، عايزة أعيش العمر كله معاكي. العبارة دي فيها أمان، فيها التزام، فيها حب حقيقي. لما تقول لها كده وتمسك إيديها أو تبص في عينيها، هتحس إنك مش بتلعب وإنك فعلاً شايفها شريكة عمرك. في النهاية، لو استخدمت ال4 كلمات دول بإحساس، صدقني هي هتسلمك قلبها وعقلها وحتى نفسها. بس خليك دايماً صادق، لأن الست بتحس بالكذب أسرع من أي حد. ما تنساش تقولنا في الكومنت إيه أكتر عبارة أثرت فيك، واشترك دلوقتي في قناة حكايات تفاحة، لأن اللي جاي نار.